انا النهارده هنضف شعري كيرلي بطينه. ايوه سمعتوا صح، هستخدم طينه عشان انضف شعري. هستخدم الكلاي باودر ديت، ودي شكلها كده. وهجيب طبق كده وهاخد كام معلقه كده، تهيألي كده كفايه. هحط شويه ميه كده واقلبه كده، وبقى لونه عامل زي الاسمنت كده، بس كده مظبوط. انا هفضل اقلبه لحد ما يدوب خالص، وكده بقى شكله بعد ما دام. وبعدين هاخده كده واحطه على شعري. الافضل ان انا اقسم شعري كده واحطه على اجزاء عشان ما يتبهدلش ومبهدلش الدنيا. انا طبعا بحط كلي ماسك على كل شعري عشان اشيل كل التراكمات، عشان شعر الكيرلي بحط منتجات كتير جدا عليه، فمحتاجه دلوقتي ان انا اعمل ستريبنج للشعرات كلها. وكمان انا بستخدم الكلي ماسك، مع ان في شامبوهات اساسا بتبقى كلانزنج شامبوز وبتشيل التراكمات، لكن الكلي ماسك ده بيعمل ستريبنج لكل حاجه وبيتاكد ان هو بيشيل كل حاجه. وكمان انا دلوقتي بحطه على جذور شعري عشان عايزه اشيل والقشره. الكلاي ماسك برضو بيتخلص من القشره وبيعالج القشره شويه، فده شايفه انها احسن طريقه ان انا اعمل كده، ان انا يعني انضف شعري واشيل كل التراكمات وبرضو اتخلص من القشره. حطيت الكلاي ماسك على شعري كله، هسيبه كده 15 دقيقه 20 دقيقه بالكتير وهغسله. فات ربع ساعه، فدلوقتي جه وقت اللي انا اغسل شعري. وده شكل شعري، شكل الميه اللي نازله. غسلت شعري بالشامبو كويس جدا، ودلوقتي جه وقت اللي انا اعمل له حمام كريم. هقسم شعري اجزاء كده، وطبعا شعري جاف جدا عشان الكلاي ماسك مش بس عمل له ستريبنج، والشامبو برضو، فكل حاجه كل الزيوت كل حاجه طلعت منه، فمحتاج حمام كريم عشان يرجع له شويه ترطيب. فدلوقتي بقى اقسمه، وشعري مندي مش بينقط ميه، مندي بس كده، واحط عليه حمام الكريم من تحت لفوق وما اطلعش للجذور، يعني ابعد عن الجذور شويه، احط حمام الكريم لحد قبل الجذور بسنه صغيره، واوزع حمام الكريم كويس جدا، واسلك الشعر كده بصوابعي وانا بحط حمام الكريم. وده اسهل بكتير جدا من ان انا افكه وهو ناشف او مبلول ومعلهوش اي حاجه، عشان الشعر الكيرلي بيتقطع ويتقصف لو اتسرح وهو ناشف بيتكسر من بعضه، ولو اتسرح وهو مبلول ومعلهوش ديتانجلر او حمام كريم او كونديشنر او حاجه هيتقطع عشان بيبقى ماسك في بعضه قوي ومش متسلك. فحمام الكريم لما يتحط بيبقى سهل قوي ان انا اسلكه من بعضه بالطريقه ديت كده. لكن هنا مثلا الشعر نفسه ماسك في بعضه، لكن هنا بيفك من بعضه كده. فتاكدوا دايما ان انتوا تحطوا اي حاجه ديتانجلر او كونديشنر او حمام كريم قبل ما تبداوا تسرحوا شعركم الكيرلي. فبعد ما اتاكدت ان هو اتفك من بعضه كده، بجيب مشط واسع بسرحه من تحت كده لفوق، وده بيبقى اسهل طريقه ان انا اسرحه بيها من غير ما اقطعه، من غير ما ابهدله واوقعه. وطبعا في ناس يقولك لا الشعر ما ينفعش يتسرح وهو مبلول، الشعر بيتقطع ويتكسر ويبوظ ولو اتسرح وهو مبلول، وده حقيقه للشعر المفرود. الشعر الكيرلي ليه طريقه تصفيف مختلفه تماما غير الشعر المفرود. الشعر المفرود لازم يتسرح وهو ناشف، ما ينفعش يتساب الكام يوم من غير ما يتغسل، لازم يتغسل بشامبو فيه سلفات. ليه طرق وطريقه تعامل مختلفه عن الشعر الكيرلي. الشعر الكيرلي ما ينفعش يتغسل بشامبو كل يوم، بيتغسل بشامبو فيه سلفات مره في الاسبوع، مره كل 10 ايام، مره كل اسبوعين، على حسب المنتجات اللي بتتحط على الشعر الكيرلي. طريقه التعامل مع كل شعر بتختلف، فيا ريت ما نبصش لحد شعره مثلا مفرود وناخد منه نصايح او نعامل شعرنا زي ما هو بيعامل شعره، عشان شعرهم حلو فاحنا، او شعرهم متغذي وشكله بيلمع وشكله حلو، فاحنا هنعامل شعرنا زي ما هما بيعملوا شعرهم عشان يبقى شعرنا زيهم. احنا شعرنا مش زي الشعر المفرود. ونفس الحكايه في الشعر المفرود، ما تبصوش على الشعر الكيرلي وتبصوا على طريقه التعامل مع الشعر الكيرلي وتكرروها وتعملوا زيهم عشان يبقى شعركم، وتفتكروا ان بالطريقه ديت ان شعركم هيكون كيرلي وهيعمل زي شعر الكيرلي. ده مش حقيقه. شعر الكيرلي ده طبيعه، الشعر بيطول من الجذور بيبقى شكله كده، فطريقه تعامله مختلفه تماما عن الشعر المفرود. وديت مش حاجه وحشه، كل شعر ليه طريقه تعامل مختلفه، وكل شعر ليه ايجابياته وسلبياته، وكل شعر حلو بطريقته هو.
نحب نفسنا، نحب نفسنا ونحب شعرنا ونحب شكلنا زي ما احنا. ولو عايزين نغير، لو يوم عايزين نفرد شعرنا نفرده، بس نخلي بالنا. هعمل لكم فيديوهات تانية على ازاي نفرد شعرنا كيرلي من غير ما نبوظ الكيرلي. ولو انتوا شعركم مفروض وعايزين تعملوه كيرلي، تقدروا في كيرلينج ايرون وفي حاجات دي تقدروا تعملوها، بس برضو تخلي بالكم عشان ما تبوظوش شعركم. الهيت، الكونسيستنت هيت والاستخدام الحراره المستمره على الشعر بيبوظوا، فلازم تخلي بالكم بتعتنوا بشعركم. فيعني بالتغيير ما فيهاش مشكله، بس ما نحاولش نغير من طبيعه شعرنا permanently. ما نحاولش نروح نفرد شعرنا باللي يقولك العلاجات، علاج البروتين، علاج ما فيش حاجه اسمها علاج بيفرد الشعر تماما وبيغير من طبيعه الشعر. العلاج ده بيبين طبيعه الشعر اكتر. يعني شعرك كيرلي ولو رحتي عالجتيه هيبين الكيرلي اكتر، ويخلي الكيرلي في حياه اكتر، ويبين الفيجر بتاع الكيرلز اكتر، ويعمل لها ديفينيشن اكتر. مش هيروح يفرد الكيرلز، مفيش. ونفس الحكايه في الشعر المفرود، اللي هو في حاجه اسمها البيرم، اللي هو بيعملوا شعر مفروض كيرلي برضه بكيميكالز. ما دي كيميكالز، ما هي كله كيميكالز، ما فيش حاجه كيميكالز كده بتحط على الشعر بتبقى مفيده. لو عايزين تغيروا تغيير شويه عشان زهقتوا، يبقى temporary، حاجه كده مؤقته عشان ما تبوظوش شعركم وتيجوا تندموا عليها بعد كده وانتم مش عارفين ترجعوا شعركم لطبيعته تاني. حطيت حمام الكريم على شعري كله، ودلوقتي كده الفه كده واسيبه نفس الحكايه برضو ربع ساعه 20 دقيقه، وبعدين اغسله. غسلت شعري وصففته، فاضل بس الحبه اللي قدام دول. انا بحب اعمل لهم فينجر كويلينج، فاوريدي حطيت عليهم كل حاجه، الكريم والجل، ناقص بس ابله شويه كده، واخد اجزاء والفها كده فينجر رو كده. ديت اكتر حته بتبوظ طبعا عشان بتتحرك كتير، بمسكها كتير، فلازم اتاكد ان هي معموله كويسه، بالذات ان هي في بدايه الشعر، في اول الشعر، وبتحدد وشي، فلازم تكون شكلها حلو ومظبوطه. يعني لو حته بايظه مثلا على الجنب مش هتفرق، لكن لو بايظه قدام هنا بيبقى باينه قوي. على الاقل انا شايفاها. لو بايظه ورا انا مش شايفاها فمش فارق معايا، لكن ما تكونش شعر بايظ من قدام هيخيلني وهكون متضايقه. فهو كده اتعمل كده سكرانش كده، عشان مش عايزه اعمل فرق من النص. هنشفه بقى بالمنظر ده. هستخدم الديفيوزر ان انا انشف شعري، وانا طبعا حاطه لكم فيديوهات قبل كده على ازاي استخدم الديفيوزر ان انا بجف شعر الكيرلي، فلو عايزين تقدروا تشوفوا الفيديو ده. فانا بس هنشف شعري دلوقتي وبعد كده هرجع لكم. وبكده نشفت شعري كله. افك بقى الكيرلي من بعضه واعمله فوليوم شويه. بفك الجel كاست كده، ومجرد ان انا فكيت الجel كاست اهوت واضح الفرق. وادي النتيجه النهائيه وشكل شعري بعد ما فكيت الجel كاست وعملت له فوليوم. ايه رايكم؟ ما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب للشانل وتقولوا لي عايزين تشوفوا فيديوهات ايه، وانا هعمل لكم كل الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.